هي النقطة ان الفترة دي لابد ان يقودوا حروب ابادة، فهم مش هيبتدوا النظام العالمي الجديد الا لما يوصل تعداد سكان الارض لمليار نسمة. الكلام ده موثق يا جماعة، انهم عايزين يتخلصوا من 80 ل 90% من سكان الارض. العالم كله ماشي بخطط، زي الخطط الاقتصادية والخطط العسكرية والخطط السياسية وغيرها كتير. طب الخطط دي كلها مصدرها واحد، يعني هل فعلا العالم كله ماشي بمخطط ماسوني؟ ولا الكلام ده وهم وخيالات من أصحاب نظريات المؤامرة؟ كل الناس دلوقتي بقت بتسمع عن الماسونية والظهور بتاعها كان ازاي، وكل الناس بقت تسمع عنها حتى لو معلومات بسيطة. بس لو رجع الزمن لحد سنة 2012 ما كانش حد يعرف يعني ايه ماسونية، لحد ما ظهرت فجأة دكتورة اسمها مايا صبحي على برنامج كان بيتعرض على التلفزيون اسمه دائرة الضوء، واتكلمت كتير عن خطط الماسونية وحاجات أول مرة الناس كانت تسمعها. وأول ما بلغت رسالتها اختفت بشكل مفاجئ، وما كانش ليها أي أخبار لحد النهاردة. والموضوع ما وقفش لحد اختفائها، لأنها من ساعة ما اختفت طلع نظريات كتير عن اختفائها ده، اللي بيقول إن هي ماتت، واللي بيقول إن هي سافرت لأمريكا، واللي بيقول إن هي اختفت بسبب الماسونية. ومن الناس دي بقى بيقولوا إن هي اتقتلت، وخصوصا بعد ما تحقق كذا حاجة قالتها في سنة 2012 في سنة 2020. وبعد كده يطلع بعض الناس يقولوا ان هم يعرفوها شخصيا، لا ده كمان يعرفوا ايه اللي حصل معاها، واشخاص تانية يظهروا شبه الدكتورة مايا صبحي بشكل كبير جدا. فانا في الفيديو ده بقى هعرض لك وجهات النظر كلها، والاهم من ده كله انك تتابع الفيديو للاخر عشان في حاجة هتصدمك. اتأكد بقى انك عامل لايك للفيديو ومشترك في القناة. معاكم عمر، ولا نبدأ الحلقة. شهر يناير سنة 2012 على قناة النهار استضاف المذيع المصري إبراهيم حجازي ضيفة في برنامج اسمه دائرة الضوء، وعرفها بالدكتورة مايا صبحي المتخصصة في دراسة الماسونية. والدكتورة ما عرفتش نفسها قوي، بس قالت في البداية ان هي بتبحث في المجال ده من زمان، بس كانت بتبحث بشكل غير مباشر، لان اللي كان بيفتح الملفات دي كان بيتعرض لأذى بشكل كبير. واكتر الملفات اللي كان بيحصل فيها جدل هم الفضائيين والتهجين. وقالت ان هي عارفة ومتأكدة ان في ناس كتير بتكذبها وبيستهزئوا بالمواضيع اللي بيقولوها، وعلى طول بيكذبوها وبيكذبوا المواضيع دي كلها. بس هي كانت جايه تثبت كل حاجه بالصور والادله العلميه والدينيه. وبعدها بدات تتكلم، وكان اول موضوع تفتحه هو ان العلماء على مدار القرون اكتشفوا كائنات متطوره اكتر مننا، وكانوا بيستخدموا اطباق طايره وما كانش واضح مصدرها، لحد ما طلعت نظريات ان دي مخلوقات فضائيه، وان مصدر الاطباق دي هم الفضائيين. وحكومات العالم كلها عارفه حقيقه الموضوع، وان المخلوقات دي كلها مش مخلوقات فضائيه، دي مخلوقات ساكنه في جوف الارض. طب يعني ايه مخلوقات جوف الارض؟ الدكتوره مايا قالت ان الارض اللي بنعيش عليها مش مجرد ارض وخلاص، لا دي مجوفه من الداخل وفيها عوالم غير عالمنا وانواع كتير مختلفه غير البشر. وذكرت عن الموضوع ده شويه ادله كانت موجوده في الحضارات القديمه، واللي فيها الشعوب زمان كانوا مؤمنين بحضارات جوف الارض. وذكرت بعض الايات من القران الكريم اللي هي شايفه ان هي بتتوافق مع اللي بتقوله، او نقدر نقول ان هي بتأيد الفكره دي. والغريب بقى ان هي عرضت بعض الصور لتجارب تمت عليهم، وان بعض العلماء بيحاولوا يخفوا الموضوع ده عن الناس، وكانوا بيلهوا العالم بفكره وجود الفضائيين او الغزو الفضائي او الكلام ده كله، وان موضوع الفضائيين ده كله مجرد خدعه. بص تعالى اقول لك الموضوع باختصار، دول مجرد ناس زينا بس هم اقوى ومتطورين اكتر، وكل اللي بيعملوا الماسونيه هم بيحاولوا يزعزعوا ايمانك بالخالق. والموضوع ده بيتم بانهم بيقولوا ان المخلوقات دي عظيمه ومتطوره وهتسيطر على العالم. ودي كانت بعض الحاجات اللي قالتها مايا صبحي في اول لقاء. المهم مايا صبحي ذكرت بعض الوثائق اللي بتقول ان في رحلات كانت بتتعمل لجوف الارض، واسماء بعض العلماء اللي شاركوا في التجارب دي كمان. والعلماء دول بياكدوا ان هتلر هرب لفتحه من دول، وان هتلر في جوف الارض وما انتحرش ولا حاجه. والمعلومات دي اتسربت من ناس خطرت بحياتها عشان تظهر الحقيقه، واللي كلهم ماتوا او اتخطفوا. وهنا المذيع وقف كلامها وبيقول لها طالما انت بتقولي كلام خطير ليه انت كمان ما اتخطفتيش، او ان حد كان قتلك مثلا. ردت عليه الدكتوره مايا صبحي وقالت له ان هي كانت بتتعرض لتهديد كبير. فتقريبا المذيع ما صدقهاش وقال لها طب احكي لنا حاجه كده. بس الغريب ان هي توهت في الكلام وما ذكرتش اي موقف من التهديد اللي كان بيحصل لها. في الحلقه اللي بعدها اتكلمت الدكتوره مايا صبحي عن خطط للترويج للمثليه، واللي انت فعلا هتشوفها بعينك بتطبق دلوقتي، واتجاه الشركات العملاقه للترويج للمثليه. والموضوع مره على الثانيه بيزيد تدريجيا، وكل ما الناس تتقبل الموضوع بطريقه معينه يزودوا اكتر.
واتكلمت عن بعض المشاريع التانية زي مشروع سيرن والشعاع الازرق والمليار الذهبي وتوحيد العالم كله واختراع دين جديد، وعن انتشار الامراض والاوبئة والحروب البيولوجية، والحاجات دي كلها هتلاقي اغلبها بيحصل دلوقتي. واتكلمت عن عائلة روتشيلد واغنى عائلات العالم، وهي بتتكلم بقى كانت واثقة جدا في اللي بتقوله وكلامها متزن، ومفيش اي حاجة من اللي كانت بتقولها ما كانتش بتذكر بعدها دليل. وكانت بتتكلم عن دور الاعلام في التلاعب بالافكار. ومن الحاجات الغريبة والمرعبة اللي اتكلمت عنها مايا صبحي هي المسيح الدجال، وقالت ان هو مش زي ما الناس مفكراه، بس هو زعيم لمنظمة موجودة من آلاف السنين، وهو اللي متحكم فيها ومتعاهد مع ابليس عشان يكونوا كلهم ايد واحدة. وده باختصار اغلب المواضيع اللي اتعرضت في كذا حلقة، واللي كانت من خلال كلامها ده كانت بتنبه الناس، ونقدر نقول برضه كانت بتحاول تفضح الماسونية. وبعد الحلقات دي ما طلعتش على الشاشة تاني نهائي. بس سنة 2020 بدأ الناس كلها تشوف بعينيها كلام مايا صبحي بيتحقق، ومن هنا بقى الناس افتكرتها وبدأوا يتكلموا عنها ويسألوا عليها، لأنهم برضو كانوا عاوزين يسمعوا تاني ويعرفوا معلومات أكتر، ويعرفوا ايه هي المخططات اللي جاية ويستعدوا لها. بس الغريب برضو ان هي ملهاش أثر. طب برضو ازاي وصلت لها المعلومات دي قبلها ب7-8 سنين؟ الناس بدأوا يبحثوا عن حساباتها في السوشيال ميديا، بس برضو ما كانش في أي حساب ليها رسمي أو موثوق فيه، فبدأ الناس يدوروا على قرايبها أو أي حاجة تخصها، بس ما فيش أي نتيجة ومحدش يعرف مكانها. بس لو الدكتورة مايا صبحي كويسة ولسه في مصر، ليه ما تطلعش تطمن الناس عن حالتها، أو على الأقل تبعت حد يتكلم بالنيابة عنها طالما هي مش عايزة تظهر؟ لكن برضو حتى ده ما حصلش. بس طالما هي مختفية يبقى أكيد في حاجة غلط. ومن هنا بدأ الناس يتداولوا احتمالية اغتيالها، أو ممكن تكون اتخطفت، أو إنها ممكن تكون اتعرضت لتهديد، وبرضه ممكن يكون حد من أهلها تهدد عشان محدش يطلع، أو أي حد يتكلم يقول عن اللي حصل لها. وكتير سمعنا عن مشاهير انضموا للماسونية وطلعوا منها وبدأوا يفضحوا أسرارها، واللي بعدها يختفوا أو يموتوا، وفي اللي محدش عرف عنهم حاجة. من هنا بقى بدأت تنتشر مخاوف الناس، وبقى في إشاعات كتير وكلام ما تعرفش هو صح ولا لأ. ومن ضمن الأخبار اللي طلعت إن هي بعد البرنامج هربت للنمسا وهناك تم اغتيالها، وانتشر الخبر بشكل كبير. بس يوم 5 يناير سنة 2021 الناس وصلوا لحساب واحدة كانت بتنزل أخبار عن الدكتورة مايا صبحي، واللي كانت بتقول إن هي جارتها وبتتواصل مع بنتها. والناس اتواصلوا معاها وسألوها عن خبر اغتيال مايا صبحي، وردت قالت ان الدكتورة مايا صبحي مش موجودة في مصر دلوقتي، وهي برضو ما تعرفش مكانها، بس اكدت ان اغتيالها كان مجرد اشاعات. بس برضو كلامها ما كانش مقنع، لان ناس كتير كانت بتتقتل وبتموت ومحدش يعرف عنهم حاجة، وكان ممكن يتكتم على خبر موتها عادي، وخصوصا برضو ان ما كانش فيه اي دليل على كلامها. المهم ان الست دي بعد كام يوم حذفت الحساب اللي كانت بتتواصل منه مع الناس. طب ليه تعمل كده؟ وكتير برضو قالوا ان هم يعرفوها شخصيا، لكن برضو ما فيش اي دليل او حاجة موثوقة تثبت كلامهم ده. واحدة من الناس اسمها نرمين عادل، ودي واحدة سيدة اعمال وعايشة بره مصر، وكانت بتقدم محتوى بتفضح فيه السياسيين، وبعض الناس بيعتبروا كلامها ده كذب ومجرد تشويه سمعة وخلاص، وناس تانية بتصدق كلامها جدا. المهم احنا ملناش دعوة صادقة ولا بتكذب، احنا اللي يهمنا ان هي في مرة عملت لايف واتكلمت عن شخصية سياسية في مصر، وقالت ان هي ورا اغتيال مايا صبحي. طيب مش انت اللي سبب لما مايا صبحي طلعت اتكلمت على التطبيع مع اسرائيل مع عمرو اديب والاجنده الصهيونيه، قمتي رايحه بعتلها الموساد وقتلتيها واختلتيها؟ طيب الملف بتاع الدكتوره مايا صبحي قبل ما تموت كانت عارفه انها هتتقتل، سلمته لشخص، الشخص ده انا عارفه ان انت خايف انك تطلع بيه وخايف تتكلم عليه. انا بقول لك الدنيا امان، تواصل معايا وابعت لي دكتور مايا، انا عارفه انها سايبه لك، لان هي كانت عارفه انها هتتقتل. وبحسب كلام نرمين قالوا ان هم هيبعتوا لها تسريبات وهي هتوريها للناس، بس برضو كلامها ما كانش ليه اي ادله، وبرضو ما نقدرش نعرف ده صدق ولا كذب. ولحد دلوقتي احنا ما نعرفش الدكتوره مايا صبحي عايشه ولا ميته، لحد ما ظهرت قناه على اليوتيوب اسمها حكايات وعوالم خفيه، وصاحبه القناه دي كانت بتتكلم عن نظريات المؤامره وحاجات شبه اللي كانت بتتكلم عليها مايا صبحي. والغريب بقى ان صاحبه القناه متخفيه ومش بتطلع بوشها، والاغرب بقى ان في بعض الناس لاحظوا الشبه اللي ما بينها وبين المواضيع اللي كانت بتطرحها مايا صبحي. ده الناس دي بتقول ان هما الاتنين اسلوبهم واحد. خلينا نفكر طيب برضو من زاويه مختلفه. القناه دي ظهرت بعد 10 سنين على اخر مره ظهرت فيها مايا صبحي على التلفزيون، يعني لو هي دي فعلا عادي شكلها يختلف او صوتها يتغير، ده 10 سنين برضو مش مده قليله. المهم بقى يوم 31 مارس سنه 2021 طلعت صاحبه القناه تتكلم عن مايا صبحي وظهورها المفاجئ واختفائها، والناس كلهم بدأوا يقولوا ان هي دي مايا صبحي. وبرضو واحد من المشاهدين انتبه ان هي لدغه في حرف الر، واللي بيقول ان هي لدغه زي مايا صبحي،
بس برضه مش كل مره كانت لدغه، كانت بتروح وتيجي، ولحد النهارده صاحبه القناه دي محدش يعرف هويتها واسمها الحقيقي. حاجة لازم نعرف ايه اسباب اللي بيحصل، او ايه اسباب ان الحاجات الغريبة دي بتحصل، او الحاجات الغير منطقية، او تحرك الاشياء من مكان لمكان. واللي ما يعرفش منكم مين هي مايا صبحي، هي دكتورة في علوم الماسونية، ظهرت من 7 سنين في برنامج دائرة الضوء التلفزيون. هل ممكن بقى يكون في شبه ما بينها وبين الدكتورة مايا صبحي؟ وبعد فترة طلع شخص اسمه الدكتور محمود صلاح، واتعرف بانه كاتب وباحث في امور ما وراء الطبيعة، وكان بيتكلم عن الماسونية والسحر والجن ومثلث برمودا والحاجات اللي زي كده. وطلع محمود صلاح في برنامج واتسأل عن لغز اختفاء مايا صبحي. الغريب بقى ان هو ابتسم وقال ان كل الكلام اللي الدكتورة مايا صبحي قالته حقيقي، وفعلا الشخص اللي بيتكلم عن المواضيع دي بيختفي، واللي مسؤول عن اختفائها احد المنظمات الخارجية. ووضح برضه ان هو ما يعرفش ايه اللي حصل لها او ما يعرفهاش شخصيا. هي اختفت فجأة كده، فجأة النهارده في الدكتورة مايا، بكره الصبح ما فيش. بالظبط، الحلقات توقفت مع الراحل ابراهيم حجازي، ولكن هل هجرت؟ هل اعتزلت العمل يعني، ولا ما عندكش اجابه؟ بوضوح محدش قادر يوصل لاجابه حقيقيه، يعني مش قادرين نحدد هي راحت فين بالظبط. هل هي زي ما بيقولوا تركت البلد وسافرت، ولا هل هي مثلا اثرت ان هي تبقى لوحدها الفتره دي، مش حابه انها تظهر اعلاميا تاني؟ للاسف الشديد انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، والله انا ما اعرفهاش معرفه شخصيه نهائيا. يعني نرجع تاني للجزء الخاص بكلام دكتوره مايا في الحلقات اللي عملتها مع استاذ ابراهيم حجازي. هي كانت بتتكلم عن مخططات حقيقيه يا جماعه، وكانت بتتكلم عن درايه وعن دراسه وعن علم واضح. فبلاش نشكك الكلام او نشكك في الكلام اللي هي كانت بتقوله، وانا اقسم بالله ما اعرف عنها حاجه ولا على كونتاكت معاها خالص. لحد ما جه يوم والكلام ده كله اتغير، وطلع الدكتور محمود صلاح في لايف في يوم من الايام، ودخلت معاه واحده في اللايف واتكلمت عن بيتها المسكون والمسيح الدجال وخوفها من بعض الامور اللي كانت بترعبها. عاوزك بقى تسمع هي قالت ايه وتركز في الصوت كويس. كل ما بيكتر الجن وبيكتر الطاقه السلبيه، هي بتفتح الغطاء اللي بيننا وبين المسيح الدجال او الحاجات دي. هم بيحاولوا يقطعوا الصله ما بين الاله والعبد. يعني انا مصدقك جدا. كويس ان انت مصدقني، لان ما بقاش في حد بيصدقني، بيقولوا عليا مجنونه. الصوت مشابه جدا لمايا صبحي، وناس كتير في الكومنتات كانوا بيكتبوا ان هي دي الدكتوره مايا صبحي، والحاجات اللي كانت بتتكلم عنها هي نفس الحاجات اللي اتكلمت عنها الدكتوره مايا صبحي. وبعدها ذكر محمود صلاح ان مايا صبحي بخير وموجوده في مصر وطمن الناس، وقال ان اسمها مش مايا صبحي وده مش اسمها الحقيقي. لم يكن اسمها دكتوره مايا من الاساس، وهي بخير وبصحه جيده وفي مصر، ولا اتخطفت، هي في مصر كويسه وما اسمهاش مايا صبحي. بس برضه ما قدمش اي دليل، وازاي عرف ان مايا صبحي بخير؟ والدكتور محمود صلاح كان قال ان هو ما يعرفهاش شخصيا، وقال برضه ان هو ما يعرفش عنها حاجه. طب ازاي دلوقتي بيقول ان هي بخير؟ هل ممكن يكون وصل لحاجه تخصها، ولا ده برضه كان مجرد كلام من غير دليل؟ وبرضه لحد دلوقتي الدكتوره مايا صبحي مختفيه. بس خلينا نسال سؤال مهم، الناس طول الوقت بتسال عن اختفائها، والدكتوره مايا صبحي اختفت فين والكلام ده، ونسينا نسال نفسنا حاجه مهمه، ايه هو سر ظهور مايا صبحي المفاجئ؟ يعني مين الست دي وليه ظهرت دلوقتي؟ لانك برضه لو بحثت عنها مش هتلاقي اي معلومات. اسمها الكامل ايه، او مين عيلتها، او الجامعه اللي اتخرجت منها، او مصادر ابحاثها دي جت منين؟ طب بما ان هي دكتوره، فين الكتب والمراجع بتاعتها؟ ده نفس السؤال بقى اللي طرحه الدكتور محمد عيسى داوود، وده كاتب ومؤلف وباحث مصري، واللي اصدر اكتر من 57 كتاب، واللي ابحاثه كانت في مواضيع كتير ومختلفه، واللي في سنه 2020 يستضيفوه في برنامج اسمه خارج الحدود. والمذيع ساله عن مايا صبحي وكان عايز يعرف ايه رايه في الموضوع. بدا الدكتور كلامه وقال ان في فتره من الفترات كان فيها فوضى وطلع فيها مايا صبحي، واتكلمت في حاجات لدرجه ان الناس كانوا بيقولوا ان الست دي عندها علم اكتر منه، وبدا يذكر شهاداته وابحاثه وخبراته، وقال انا ده. فين بقى مايا صبحي وايه تخصصها؟ تخصص الماسونيه. طب انهي جامعه في العالم بتدرس التخصص ده؟ وقال ان اي شخص بيطلع في الاعلام ويخفي هويته الاساسيه يعرفوا ان وراه سر. طب ليه طلعت مفاجاه وقالت الكلام ده؟ انا اتحدى واحد يجيب اسمها الثلاثي. مين قال لك ان هي اسمها مايا صبحي اصلا؟ تمام. حضرتك دكتوره في ايه بقى؟ يعني نعرف. لا ده لسه نيجي لدي. حط فرضيتين، من ادراك ان هي مايا صبحي؟ يعني تمام. تتبع حضرتك الامن نفسه في مدينه الانتاج الاعلامي، في حد قدم لكم بطاقه باسم مايا صبحي يقول لك لا والله احنا لقينا تنبيه على البوابه في واحده هتعدي دخلوها اسمها كذا، تمام زي ما ادعت. اوكي طيب هنحط الوش التاني ان هي اسمها مايا صبحي، حد يوريني بطاقتها، حد يوريني كارنيه،
بال سيادتك؟ تمام. يعني اي شيء يقول حتى الاسم الثلاثي تمام. هي طبعا مصريه. من وجهة نظر الدكتور محمد عيسى ان هي قالت بعض الكلام في منه صح وفي منه غلط، بس الكلام ده ما كانش ابحاثها، وقال ان هي خدت بعض من ابحاثه على شويه كتب من الاجانب وطلعت قالت الكلمتين دول. بس لو دي فعلا ابحاثها، فين كتبها ومؤلفاتها عشان تطلع تثبت كلامها؟ ملهاش اي كتاب باسمها. وقال ان في نقطه اهم، وهي انها اتكلمت في المواضيع دي وقالت افكار غلط، زي نفس الافكار اللي بيحاولوا يقولوها الغرب ويروجوا ليها. ومثال على كده الاطباق الطايره والفضائيين ومخلوقات جوف الارض هم وهم ومجرد خدعه، ومن وجهه نظره هو مش شايف وجود للمخلوقات دي اصلا، ولا فضائيين ولا رماديين ولا كائنات جوف الارض. والصور اللي طلعتها مايا صبحي هي صور قديمه، واغلب الصور دي كان متفبرك، والمخلوقات اللي كانت مطلعاها في الصور هي مجرد عرايس لعبه ومش حقيقيه. طيب يعني كده حضرتك بتجزم بان مفيش حاجه اسمها فضائيين، مفيش حاجه اسمها جوف ارضيين، مخلوقات بتقود الاطباق الطايره بشريه تماما. وساعه ما حضرتك تيجي تفتح الملف ده تمام هقول اللي انا قلته في كتبي. الموضوع كبر، وفي اللي بيؤمن وفي اللي بيرفض، والدكتور كان في اللقاء بتاعه ضد مايا صبحي تماما، وعرف حاجة كان كل الناس لازم تعرفها، وهي انه كان بيتواصل مع فريق اعداد دايرة الضوء، واللي قالوا له ان هم جالهم واحدة في يوم من الايام وقالوا ان هم ما يعرفوش هي مين، بس قالت ان هي دكتورة، واللي كانت بتقول ان هي واخدة دكتوراه في الاعجاز العلمي بالقرآن الكريم، وابوها كان شيخ في الازهر بس ما قالتش اسم ابوها او ما ذكرتش اسمه الثلاثي يعني. وجات البرنامج وقالت ان هي عندها معلومات خطيرة ولازم تقولها. بس برضو ايه علاقة الاعجاز العلمي بالقرآن الكريم بالماسونية؟ وازاي دي تكون عالمة في القرآن وهي بتغلط في نطق بعض الايات؟ والصدمة اللي قالها الدكتور محمود ان مايا صبحي اصلا تبع الماسونية، وظهورها فجأة كان مترتب وبرضو اختفائها كان مترتب، وازاي وصلت لكل المعلومات دي والخطط اللي كانت بتتنظم؟ واما سألها المذيع هل كان بيتم تهديدك قالت ايوه وما ذكرتش اي موقف. وبرضو نسأل سؤال تاني، ازاي جالها تهديد ودي كانت اول مرة تطلع في التلفزيون وتتكلم عن الماسونية؟ وفي احد المرات سألتها واحدة كانت متصلة بالبرنامج ازاي وصلت للمعلومات دي كلها، وكان ردها ان المعلومات دي كلها مجرد حاجات بسيطة، بس مع الوقت عرفنا ان المعلومات دي تفاصيل عميقة جدا مش مجرد كلام سطحي. هل حضرتك ما شفتيش اي مقاومة او اي اعتداء؟ طبعا اكيد ناس كتير قوي حاربوكي عشان حضرتك تتوصلي للاشياء الخطيرة اللي ازاي قدروا سمحوا لك انك تعملي كل ده بالسهولة دي؟ ما هو برضه ممكن يكون سمحوا لك انك توصلي للمعلومات دي عشان تيجي تنقلها لنا. سؤال حضرتك جيد جدا واحب ان انا اجاوب عليه. اولا زي ما قلت من شويه اللي انا بتكلم عنه ده قشور من المعلن، زائد ان لو حضرتك في المجال العلمي اكيد هتبقي فهماني ان انا لما اقول لك ان لما بيتسرب حاجه عن شيء معناه ان في من 25 ل 30 سنه تقدم عن ما تسرب. ده في عقيدتنا برضو اللي احنا كباحثين في المجال الهندسي او في المجال التقني. والدكتور محمد عيسى قعد يحلف ان الدكتوره مايا صبحي تبع الماسونيه، وان هي ماسونيه اصلا، ومستعد يتواجه مع اي حد او يقف قدام القضاء لو طلع كلامه ده غلط، وكان مستعد يعمل مناظره قدام مايا صبحي وتكون بث مباشر، يعني يكون الموضوع قدام الناس كلها عشان يثبت ان هي تبع المنظمه الماسونيه. حضرتك انسانه كذابه ودجاله ونصابه واتحداها تروح تقاضيني، انا مستعد حضرتك تظهر وانا بقول بتهمها بالدجل والنصب والاحتيال والكذب وانها في مؤسسه ماسونيه. تمام. وهقدم. ومن ضمن الحاجات الغريبه اللي ذكرها انهم كانوا دايما بيطلبوا ان هم يقابلوها في بيتها، وكانت دايما بتتحجج ان هي مشغوله او بتقابلهم في مكان عام، او كانت بتديلهم عنوان غلط، وكانت كل مره بتديلهم عنوان وان هي ساكنه في حته شكل، الا شخص واحد كان بيحبها وعارف مكانها، والشخص ده كان على علاقه بجهات امنيه كبيره، وكان اسمه معروف في الدوله بس ما ذكرش اسمه، والشخص ده كان بيقول ان مايا صبحي حاولت تجنده معاها وقالت له انا هخليك اغنى شخص في العالم. بعد كده اعترف لي ومش هو لوحده، حاولت تجر احدى الفتيات ان انا هاخدكم في رحله جوف ارضيه وانا هخليك اغنى رجل في العالم. قلت له طب يعني عفوا هي طب ساكنه فين؟ نفس الحكايه والله، مره تقول شارع الطيران، مره تقول في مساكن شيراتون. تمام، ما حدش راح لها المنزل خالص ابدا. والشخص ده كان بيحكي وبيقول ان هو شاف منظر مرعب، وهو انه في يوم من الايام كان قاعد مع مايا صبحي وفجاه اتحولت عينيها للوضع الطولي، والدكتور قال ان ده ممكن يحصل بس في حاله واحده بس، لو الشخص ده فيه مس شيطاني او اتخذ عليه معاهدات بالدم. طب المعاهدات دي مع مين؟ مع الماسونيه يعني؟ وقال الدكتور محمد عيسى ان الماسونيه درجات، والدرجه من 25 ل 30 بيطلب فيها طقوس معينه زي ذبح الحيوانات وخلط اللبن بالخمره، وانك تذكر اسم الله في اماكن مش كويسه، والمرعب
المرعب بقى هو تدريب الاشخاص ان هم يظهروا للناس على انهم علماء دين، وان هو عارف في الدين والسنة عشان تثق فيه، ويبدأ بقى من هنا يلعب في دماغك ويزرع لك افكار غلط وانت تفضل واثق فيه جدا. وده بقى منتشر كتير الفترة دي بدون ذكر اسماء يعني. ومايا صبحي كانت بتقول لازم نقوي ايماننا، واستدل بالكلام ده على اخطائها في النصوص الدينية، وقال برضو ان الناس دي كانت بتحط وشم في رقبتها او في اماكن محددة من الجسم، وده كان السبب ورا ان الدكتورة مايا صبحي على طول كانت بتلبس حاجات رقبتها طويلة او حاجات تخفي رقبتها. معنى كده ان ممكن تحت رقبتها دي يكون في وشم. بص عشان انا كمان تايه زيك لازم ننهي الموضوع. لازم نعرف ان اي معلومات بتنتشر عن الماسونية نوعين، معلومات بتبقى مسربة او معلومات هم اللي بينشروها بس في حدود معينة لاهداف معينة يعني. ومايا صبحي عندها شوية كلام واقعي ويقنعك، وبدليل ان في حاجات كتير قالتها وحصلت. لكن السؤال برضو ازاي وصلت لها المعلومات دي؟ ولا هي اصلا من الماسونية وبتوصل رسائلهم؟ وليه برضو في وسط المواضيع كانت بتقول حاجات غلط ونصوص من الدين مش في مكانها؟ مين ورا الست دي وليه محدش كان يعرفها قبل كده؟ وليه برضو كان بيجي لها تهديدات برغم من انها كانت اول مرة تظهر؟ اسئلة كتير ملهاش اجابة، بس برضو مفيش اي دليل او براهين على كلام اي حد من اللي ذكرتهم في الحلقة. ولحد هنا هنقف وخلي الموضوع ليكم انتوا، كل واحد بقى يقول رأيه في الكومنتات وانهي فكرة هو مقتنع بيها اكتر، وهل هي جزء من الماسونية ولا دي واحدة طلعت فضحتهم واتقتلت؟ انا عن نفسي مش عارف. لو عندك حاجة عاوز تقولها لي ابعتها لي على الانستجرام، وانزل بقى اعمل لايك واشتراك والقصص دي كلها. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.